السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده في شويه حاجات جامده من الاخر، جامده جامده. يعني انتوا شايفين اصلا الصينيه عامله ازاي؟ محاشي بقى وفراخ وتتبيلات وطحينه، وكمان ده مخلل الزيتون اللي انا عملته معاكم. بصوا بقى تحفه، تحفه بجد، واستوى وجميل جدا. جربوه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها بتاعه الجزر، هتعجبكم قوي وهتلاقوا طعمه متغير تماما. وكمان جبت شكارة الدقيق اللي متعودة زي ما انا قلت لكم بجيب كل حاجة كده كمية واخليها عندي في البيت. بصراحة بحس انها يعني بركة كده في البيت، الحاجة لما بتيجي بكمية بتحس بجد ان البيت عمران. فمن الحاجات اللي انا بحب اجيبها بالكميات على طول شكارة الدقيق دي، بتقعد معايا بالثلاث شهور 4 شهور. بصوا بقى، دي يمكن احسن حاجة لقيتها موجودة عندي لحد دلوقتي. سوبر المروة ده يعني يعتبر من افضل الانواع لحد دلوقتي، والشكارة بتبقى عاملة مبلغ يعني مش رخيصة، عشان كده بجيبها على بعضها بتقعد معايا فترة طويلة يعني. المهم بقى ان انا مغرقاهم اساسا مخبوزات بالذات طول الشتاء. فهقول لكم هنعمل مع بعض ايه كده اخر الفيديو. تعالوا الاول نعمل الفراخ. انا جبت الفرخة كده عندي، واول حاجة قلت هغسلها كده، غسلتها كويس وبعدين نقعتها في المحلول بتاعي اللي كلكم عارفينه، دقيق وملح وليمون وخل. على طول بحب انقع الفراخ حوالي نص ساعة في المحلول ده، بجد بينضفها تماما. بصوا بقى فيها تكتلات دم كتير، انا كده كده مقطعاها يعني. فيها تكتلات دم كتير قوي، هتلاحظوها كمان، هتلاقوها نزلت في المية، وهتلاقوا المية كمان لونها متغير. وهنا دي الكبد والقوانص برضو حطيتها معاها. قلت كله بقى ينضف كده بحيث ان انا معمله تبقى كلها على بعضها نضيفة. وعايزة بقى تعمليها على مرة، على مرتين، على 3. انا المرة دي كلها عملتها على مرة واحدة، وسبتها شوية وبعدين غسلتها. وقلت بقى هعمل التتبيلة بتاعتي اللي انا بحب جدا اعملها، وخصوصا لو هشويها في الفرن. بحط فلفل وطماطم وبصل وتوم. بجد دي احسن طريقة تتبلي بيها الفراخ، وخصوصا لو مشوية. في بقى الطريقتين، ممكن مثلا تصفي التتبيلة دي ونتبلها بالمية بتاعتها، والطريقة التانية ان انا بحط التتبيلة على بعضها فيها بتبقى رهيبة. وكمان بتعمل صوص كده في الصينية خطير. بصوا هنا الفراخ، بصوا اللون اتغير ازاي، حرفيا كانت كلها دم. المهم غسلتها وضربت التتبيلة بتاعتي كده في الخلاط، وهنزل عليها بقى بالبهارات، ملح وفلفل اسمر والسبع بهارات، وشعرة كمون كده على شعرة قرفة، كل اللي موجود عندي ما بستخسرش، وشوية كزبرة، وكل الموجود كنت بحطه حرفيا يعني. المهم عايزين بقى نطري الفراخ، خصوصا لو هتتشوي. احسن حاجة بتطريها لا اما كوباية زبادي، او علبة زبادي، او نص كوباية لبن. دي اكتر حاجة بتطريها حرفيا. وهنا حطيت برضو شوية زيت كده على التتبيلة، قلت عشان تديلها لمعة حلوة. وكمان الصينية بتاعة الفراخ حطيت فيها شوية زيت برضو. وهحط بيكنج باودر. بيكنج باودر هيخليها من فوق كده تحفة، هيعمل لها طبقة حلوة قوي من فوق. وهحط كمان شوية كاتشب، كل الموجود كنت بحط منه حرفيا يعني اي صوصات عندي موجودة ما بتقولش لا. على شوية مايونيز برضو، مش هنستخسر في نفسنا اي حاجة خالص، بس حرفيا طعمها تحفة. بصوا بقى، ما كانش عندي زبادي، كان عندي شوية قشطة، قلت برضو مش عايزهم عليها، حطيت عليها شوية قشطة تغنينا برضو عن الزبادي. القشطة دي بقى انا بجمعها واروح عاملاها زبدة، وبعد كده اسيحها واعملها سمنة. بعمل خطوات كتير قوي وشوية لبن. احنا قلنا اهو مش هنستخسر في نفسنا اي حاجة خالص. واقلب بقى كل الخلطة التحفة دي. لو عندك بقى مستردة حطي مستردة، بتودي طعمها كمان في حتة تانية خالص. وهنزل بكل ده على الفراخ كده واحطها في الصينية. بجد دي احلى تتبيلة. طبعا لو انت عندك وقت ممكن تخليها شوية في التتبيلة نص ساعة كده، هيفرق برضو في طعمها قوي. لكن انا كنت مستعجلة فحطيتها على طول في الصينية وحطيتها في الفرن.
جبت الصينية بتاعتي خلاص كده، الزيت حطيته كده في قعر الصينية علشان خاطر ما تتحرقش او تلزق مني لو التتبيلة نشفت وهي ما كانتش لسه استوت. وهحطها كلها بقى، كلها على بعضها كده هرصها فيها كده. كده التتبيلة هوريكم في الاخر هتغطيها، يعني هي يعتبر التتبيلة اصلا اللي هتسويها. بجد بعمل الفراخ بالطريقة دي بتبقى تحفة تحفة حرفيا. كنت جايبة الصينية كبيرة، خدت الفرخة على بعضها كلها كده مرصوصة جنب بعض عشان تستوي كويس، لانها ما بتاخدش وقت. الفراخ البيضة اصلا ما بتاخدش وقت في الفرن، يعني ساعة ساعة الا ربع بالكتير قوي، ده على نار متوسطة كمان مش عالية، وبتلاقيها استوت وبقت زي الفل. حطيتها كده كلها وبعدين رحت مغطياها بقى بالتتبيلة عشان هي دي اللي هتسويها. طبعا التتبيلة لما ضربتها في الخلاط انا حطيت عليها شوية مية علشان الخلاط يمشي، متنسوش النقطة دي. وبصوا بقى الجمال والحلاوة، الصوص بقى اللي تحت ده خطير، بيبقى طعمه تحفة. ما كانت لسه في الفرن بس كانت يعتبر استوت يعني. بصوا بقى التحميرة بتاعت الوش. المهم حطيناها وحطينا جنبها طبعا المحشي اللي انتوا شفتوه عاملينه معاكم كتير قوي في القناة، فما عملتهوش تاني. ودخلت بقى في المطبخ، قلت اطلع كده 2 كيلو دقيق حلوين انخلهم واعمل شوية قراقيش لكن تحفة. بصوا بقى انا بحط ايه، شعرة ملح وكيس خميرة ومعلقة كبيرة بودر و3 معالق سكر ورشة ماء ورد. رشة ماء ورد دي للأكل بتبقى تحفة، بتودي طعم القراقيش في حتة تانية خالص. احط كده المكونات الجافة على بعض، وكمان معايا كوباية زيت وكوباية سمنة، وهعجن بمية دافية، مش هعجن بلبن خالص. مش هحط عليها ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجة خالص. بجد هتلاقوه طعمها رهيب، جربوها هتعجبكم قوي. قلت بقى مادام جبنا الشكارة نفتحها كده ونعمل اول حاجة. حطيت كده الزيت نزلت بيه واحدة واحدة، والعجان شغال معايا كده على هادي خالص، هي هتعجن بقى مع نفسها. انا انزل بالمكونات عليها واحدة واحدة. خلصت الزيت هنزل بالسمنة. انا بعمل على طول بسمنة بلدي، سمنة مسيحاها وما شاء الله يعني كانت تحفة. اول باول كده بصراحة ما بقيتش اشتري زبدة من بره خالص. بجيب اللبن بنشربه وبعمل منه رز بلبن، اعمل مهلبية، اعمل صواني طواجن مكرونة، واروح واخده وش اللبن على طول. بجيبه طبعا اللبن بخيره من الفلاحين علشان خاطر اخد الحاجة كده ايه بنظافتها بمعنى الاصح. ما جيبش لبن بقى متاخد وشه معدوم بمعنى الاصح يعني. فبحب لا، اجيب اللبن كده بخيره. ساعات بيبقى اغلى شوية، يعني هو اصلا اغلى شوية من اللبن العادي، بس بصراحة بيبقى انضف بكتير. اما بتجيبي انت اللبن وتفرزيه بقى واحدة واحدة، تطلعي منه القشطة بتاعته وتطلعي منه تعملي زبدة، بيبقى حلو اوي. شايفين ماء الورد انا حطيت نقطة بس، يعني مش كتير، بس هتخلي طعمها تحفة، هتفرق قوي في طعم العجينة. وبعد كده هعجن بمية دافية، مش هحط اي لبن عليها. في ناس كتير بتحب تعجنها بلبن، بس بصراحة الطريقة دي عجبتني قوي. وكمان ماء الورد نقل الطعم في حتة تانية خالص. هنا انا اصلا كنت بسجل لكم صوت وصورة مع بعض، بس لقيت الصوت واطي خالص فلغيت الصوت ورجعت اسجل صوت تاني على الفيديو عشان ما تستغربوش ان انا بشرح لكم كل حاجة. فانا كنت بسجل صوت مع صورة مع بعض. بس المية طبعا عندك على حسب نوع الدقيق، كل دقيق بيختلف. يعني انا هنا كوبايتين مية اهو. هتحسي العجينة لمت معاكي خلاص ما تحطيش مية تاني. لسه ما لمتش زودي مية دافية. اهم حاجة بس تكون المية دافية، مش من الحنفية. ومجهزة معايا سمسم بقى، كنت جايبة سمسم وحمرته طبعا عشان يستوي كده، وهحط منه عليه. وادي نص كوباية كمان اهو، ما كملتش كمان نص كوباية.
وحسيت ان العجينة بقت تمام، فهسيبها بقى تخمر شوية كده وترتاح مع نفسها، وساعة زمن وهرجع لها تاني. بصوا العجينة لمت خالص وبقت جميلة وطرية جدا. اهم حاجة ان العجينة تبقى طرية. وزي ما قلت لكم كده كده العجان ما بياخدش 3 كيلو، يعني ما بيكملش ال3 كيلو، هو بياخد 2 كيلو مرتاح بالمقادير، او ممكن من غير المقادير كمان. لكن لو هتزودي عن كده بقى بعجن على ايدي بصراحة. يعني انا بخليها تساعدني مثلا في ضرب بيض، في ضرب الزبدة، في الحاجات دي. لو انا بعمل كميات اكتر من الحلة بتاعتها بضرب الحاجة فيها، بتريحني اوي في النقطة دي، وبعجن انا بره. بصوا العجينة زي الزبدة بصراحة، وملمومة، والحلة نظيفة اهي، حلة العجانة نظيفة، ده دليل على ان العجينة نفسها مظبوطة. بصوا تحفة ما شاء الله عليها. هسيبها بقى ترتاح ونرجع لها بعد ساعة نشوف هنعمل فيها ايه تاني. يلا بقى هنا رجعنا، كانت العجينة بتاعتي خمرت. بصوا جميلة جدا ومرتاحة وزي الفل. هنا ده عندي قالب العجوة بتاعي، قطعته كده، كنت لسه مطلعاه من التلاجة اصلا فكان جامد معايا شوية، فبقيت اقطع منه كده بالراحة، وهعمل القالب كله عليها اصلا عشان امليها بقى عجوة كده، نعمل حاجة بمزاج. همليها عجوة وهمليها سمسم، بس هتطلع احلى من بتاعة الفرن كمان بكتير قوي. هي بس اللي تعبني في الموضوع العجوة كانت جامدة جدا. عندك بقى ملبن، عندك شوكولاتة، الحشوات اللي انت عايزة تحطيها حطيها، بس بصراحة احلى حشوة بحبها هي العجوة، بحبها اكتر من الملبن بكتير، بحس ليها طعم كده مختلف. فاي حشوة عندك اعمليها، عايزة تعمليها سادة بسمسم بس من غير اي حشوات عادي برضو. عشان ما ضيعش الوقت في تقطيع العجوة، قطعت منها كده شوية وقلت هعمل واما عوز تاني هحط، يمكن ما احتاجهاش كلها، بس انا يعني عملتها كلها يعتبر. بصوا العجينة بقى تحفة. هفردها كده بالنشابة بتاعتي. وهنا بقى كان المفروض ان انا اجيب قطعة البيتزا، بس انا ما كنتش لاقياها ساعتها، فكنت بقطع بالسكينة. لكن العجينة اسهلك بكتير قوي ان انت تقطعيها بقطعة البيتزا، هتسهل معاكي قوي في العمايل بتاعتها عشان طبعا تطلع معاكي مظبوطة. هنا رحت مقطعة بقى بالسكينة عشان اسويها كده عشان تطلع معايا مظبوطة. الجزء ده بقى اللي انا بقول عليه محتاج القطاعة بتاعة البيتزا، هيبقى اسهل بكتير قوي. وحتى كمان الاحراف دي هتبقى معاكي مظبوطة لو انت عاملاها بقطاعة البيتزا. وهمليها كلها عجوة. بصوا واعملها رول كده، لا لا لا، احنا عاملين النهاردة حاجات جامدة بصراحة، سواء كان الفراخ والمحاشي وكمان الحلو بتاعنا. يعني ده بالنسبة لي ده احلى حلو ممكن اعمله. شايفين عجوة في كل حتة، احلى حشوة بصراحة بحبها. هلفها كده رول، طبعا دي مش هتبقى كلها الرول، نصها وهروح قطعة، وهيبقى ده اول رول معايا، والجزء التاني او النص التاني ده هيبقى الرول التاني. طبعا اول قطعة دي بتبقى فاضية خالص فبشيلها. هنا برضو كان المفروض ان انا اقطع بقطعة البيتزا، كانت هتفرق معايا قوي بصراحة، لان الاحرف بتاعتها ما كانتش مظبوطه قوي، بس قلت يلا مش مشكله. بصوا بقى كلها من جوه كده مليانه عجوه، بصراحه بتبقى حلوه قوي. وفي الصينيه عندي التيفال ودهنتها زيت كده، وهحط على وشها سمسم، بس انا حطيت سمسم كتير قوي عشان بحب السمسم. واحده واحده هعملها كده، بس مش عملوا معايا كميه كتير
ال2 كيلو عملوا معايا صينيتين بس، ما رمتش معايا كمية كتيرة قوي، لان العجينة كمان انا كنت عاملاها عريضة مش رقيقة، يعني الواحدة كانت واحدة على حق. بس جميل قوي عجبني، يعني انا بقالي فترة طويلة قوي ما بعملش قراقيش، ففرقت معايا قوي. الايام الجاية ان شاء الله هعملها معاكم على طول، حتى لو هعملها سادة بس بجد يعني بتودي طعم في حتة تانية خالص. وطبعا كنت موسعة هنا الصينية، رجعت ضيقت الدنيا تاني، وهطلع عجينة تاني وهعملها بنفس الطريقة، سهلة خالص ومش هتاخد يعني الموضوع كله اصلا كل الوقت اللي انا خدته في الخميرة، بس ان العجينة تخمر، لان طبعا الجو برد فخدت وقت معايا في الخمران بتاعها. لكن غير كده سهلة خالص، الموضوع كله ساعة زمن اصلا، سواء كان العمايل بالتسوية كمان ما بتاخدش ربع ساعة في الفرن. وانا مش من النوعات اللي بسخن الفرن قوي قبل ما بحط الحاجة، لا انا بشغله في ساعتها واروح حاطه الحاجة على طول، مش بسخنه بقى 10 دقايق ولا ربع ساعة واهلك بقى في غاز كتير، لا 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 خالص، هو في ساعتها والحمد لله الحاجة بتطلع معايا مظبوطة وزي الفل. وفي فرن البوتاجاز، علشان الناس اللي بتشتكي الفرن البوتاجاز مش حلو، بعمل فيه كل حاجة والحمد لله. هنا بقى العجوة كانت تخينة معايا شوية، فقلت هرققها كده حتى كمان عشان تكفي معايا الكمية، وهبدأ اقطع تاني. هو يدوب كان قالب العجوة عليهم، كان يدوب بصراحة. ممكن بقى لو عايزة تجيبي مثلا بلح، البلح العجوة نفسه بيبقى جميل برضو، فالحشوة دي ذوقيات، احشيها بالحاجة اللي تعجبك. بس حرفيا كده المعجنات في الشتاء بتدفي فعلا، بتدفي البيت كده وبتدفي الجو. لا بتحس ان الواحد كل شوية جعان عايز ياكل اي حاجة، فسواء كان فطير او قراقيش بتحس الحاجات دي كده في البيت سهلة، رايحة جاية تاكلي منها مع كوباية شاي بقى، كوباية نسكافيه، كوباية قهوة، بجد بتبقى حلوة قوي في البيت. وخلاص كده بقى هدخلهم الفرن، وهوريكم الصينيتين بعد ما طلعوا، بصراحة كانت تحفة. بصوا استغربوش انا لزقتهم كلهم في بعض عشان ما اعملش صينية تالتة. بصوا بقى مليانة سمسم وكانت جميلة جدا. هوريكم واحدة من جوه الحشوة تحفة، بس كانت سخنة قوي، والسوا بتاعها مظبوط اهو، والوش متحمر، جميلة قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. لو لسه مشتركتوش معايا بقى ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة، وكمان تضغطوا لايك لو لسه مضغطتوش لايك على الفيديو.